مساء الفل. ايه ده؟ فجأة فجأة انا حلفت. خدي بقى ركب المايك ده عشان دي فجأة. ركبه بالطرحه كده. مش عارفة تركب المايك ازاي؟ اصل انا ركبه في السلسله. امال لو ما كانش ابوك ابو نور بس. ايوه كده عسل. طبعا انا حلفت وصممت، قلت لك والله لما تيجي المزرعه اللي هعمل لك حلقه. صح. طبعا انت النهارده كده انت فاضل لك قد ايه على الامتحانات؟ هو بعد انت المحامي؟ رمضان. سيبها هي ترد عشان تبقى يوتيوبر. بعد رمضان. بعد رمضان هتخلصي بقى وتيجي هنا. ايوه طبعا. انت واخده قرار وقلت يا بابا انا هنخلص ونيجي نقف معاك نمسك تليفون المزرعه ونرد ونبقى انا المسؤوله عن الدنيا هنا والحسابات عشان نخصم ليوسف وياسين، صح؟ اه تخصمي ليوسف وياسين. طب هم عملوا صح؟ حكايه زي يوسف وياسين. طيب الاول يا جماعه كل سنه وانتم طيبين. الاول نقول للناس كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين. طبعا نور احلى نور في الدنيا عندي، ما تتخيلوش بقى دي بالنسبه لي ايه. دي الدنيا كلها ستها عشان شكل ستها بس صح. طبعا نور دي اغلى حاجه في الدنيا عندي. النهارده خدت قرار، قلت لما تيجي المزرعه لازم نصور معاكي حلقه. بقى لي فتره نقول لها كده، والنهارده بقى جت معايا بالصدفه كده، قلت لازم نصور معاها حلقه ونمسي عليكم ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين. تمام. طبعا نور ما تتخيلوش فرحتي بيها الفتره اللي فاتت دي. يعني خلصت المصحف مرتين. تمام. ايه رايك؟ ادعي لي بقى. ايوه طبعا. ادعي لي ان انت خلصت المصحف مرتين. والله بدعي لك. طيب عشان ايه؟ عشان حياتي اتغيرت بدرجه غريبه جدا على فكره. بجد؟ 180 درجه. على فكره يا جماعه نور معهاش تليفون، صح؟ بقالك دلوقتي دخلتي في حوالي 4 شهور. 4 شهور لا نور ولا يوسف ولا ياسين معهمش تليفونات تاتش. اي تليفون تاتش اشتغل عليه نت حاجه زي كده مفيش الكلام ده خالص. الحمد لله. ربنا واقف معاه في الفتره الاخيره ديت. انا بنقول لكم الكلام ده ليه؟ بنقول لكم الكلام ده علشان تعرف ايه، ممكن في حاجه كده تبقى قيمتها صغيره جدا بس تغير حياتك وحياه اسرتك. طبعا من فتره، طبعا في ناس كتير عارفه ان نور كانت انخطبت. هو يعني بعدها بشهر بالظبط ما حصلش نصيب. احنا الناس ممكن تستغرب تقول ايه ده الخطوبه كانت من زمان. احنا فكنا الموضوع ده بعدها بشهر على طول بعدها بشهر الحمد لله فكنا الموضوع ده. تمام. مع العلم ان انا يعني كان في حاجات كتير متغاضى عنها ان انا نفك موضوع الخطوبه ديت. بس كنت بنحاول كل يوم نقول يمكن بكره احسن، يمكن بكره افضل، يمكن يحصل تغيير. لكن ما كانش فيه اي تغيير. يعني يكفي حتى لما يوم قريان فتحت بيتي تطلع لها واحده في البيت فوق تقول لها انا عايزاكي نقعد معاكي شويه. تمام. وتيجي تقول لها ايه على فكره خطيبك اللي هيخطبك ده انا كنت بحبه وكنت ماشيه معاه والحاجات دي كلها. فالحمد لله. يعني لما جت بنتي حكت لي قلت لها لا ما تدقيش وممكن يكون حد بيكرهك في الموضوع ده والكلام ده كله، وتغاضيت عن الموقف ده. لما جه حد تاني قال لي في حاجات كذا وكذا وكذا حاجات كبيره. بصوا بقى هنوريكم ولاد الاصول بتعمل ايه. بعد الموضوع ده في حد جه قال لي على فكره حصل كذا وكذا وكذا وكذا. جيت انا اتلككت بحاجه تافهه جدا. يعني اغلب الناس تقول لي ايه في ناس كتير وصلني منها انت ازاي تتلكك بحاجه زي كده عشان تفك خطوبه بنتك. لا انا اتلككت بالحاجه دي علشان انا ابن اصول ما حبيتش اواجه الشخص نفسه بالموقف اللي وصلني او بالحاجه اللي وصلتني. يعني انا وصلني حاجات تمام ما حبيتش اواجه الشخص نفسه بالحاجه دي وما حبيتش اتكلم عن الحاجه دي تمام معاه. فتلككت على حاجه بسيطه جدا وقلت لا كل واحد يشوف حاله وكل واحد يشوف نصيبه. مع العلم ان كان في ناس متدخله قالوا لا ده انت تقول كذا وتقول كذا. قلت لهم لا انا مش هقول صح. مش هتكلم عن حد طالما حد مشي وربنا ما جعلش نصيب بيني وبينه مش هتكلم عليه بالغلط. وطبعا اكيد الفيديو ده في ناس هتشوفه وانا عارف ان في ناس يعني هتفهم الكلام ده اللي انا بقوله كويس. فالحمد لله. انت سقعانه ولا ايه؟ سقعانه صح؟ الجو برد النهارده. فطبعا الحمد لله لما يعني مع العلم ان يعني حد ياخد بنتي اول ما حصل موضوع قران الفاتحه ده وانا نزلت على اليوتيوب وكنت فرحان لسبب ان انا حبيت نقف مع بنتي ومع اللي هياخدها. يعني قلت الحمد لله انا ربنا مديني ربنا مقدرني على كده. مش شرط عندي اللي ياخدها ايه والكلام ده كله. فطبعا تطلع لها واحده تاخدها فوق
بينها وبينها، احنا قلنا بتبارك لها او حاجه زي كده، نفوجئ ان هي بتقول لها سامحيني اصل انا كنت بحب خطيبك وهو كان بيحبني والحاجات دي. جت جايه امها قايله لها يا نور ما تسمعيش لحد، ممكن يكون حد بيكرهك فيه، ممكن يكون حد عايز خراب او حاجه. وتغاضينا وقلنا تعالوا نكبر دماغنا ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. وجيت بعد كده نفس الشخص برضو جه قال لنا ده فيه وفيه 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 حاجات بقى يعني بوضوح، يعني حاجات باثباتات. تمام. فلما جه قال لنا كده قلت لا، طب وانا هنرمي بنتي ليه؟ انا انتوا عارفين عندي نور دي يا جماعه، ما تتخيلوش فرحتي بيها يعني، او دي دنيتي اللي انا يعني دي النظر اللي انا بشوف بيه. يعني دي انا عندي يوسف وياسين ما يهمنيش، ما يهمنيش. تمام. لان شباب ورجاله وهيبقوا رجاله بعد كده، ما تبصليش يا ياسين، وهيبقوا رجاله بعد كده. فالراجل مفيش منه يعني ان انت تخاف عليه زي البنت، ودي هي اللي حيلتي. تمام. فطبعا قلت لا، طالما الاخبار دي وصلتنا. قعدت مع نور قلت لها نور في اخبار كذا وكذا، قالت لي لا بابا خلاص الموضوع ده كده مش هينفع. تمام. شوفوا بقى، ما رحتش للشخص قلت له انا وصلني كذا وكذا 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 والكلام ده كله، لا. انا رحت للشخص اتلككت على حاجه تافهه جدا، حاجه تافهه ما يعملهاش يعني ما فيش حد يفك خطوبه بنته عشان حاجه زي دي، استحاله. فاتلككت وفكيت الموضوع، مع العلم ان لحد النهارده ان يعني اهله، وانا اسف لو اي حد شاف الفيديو ده، حاطين في دماغهم الموضوع ده. فاتلككت وفكيت الموضوع. تمام. ولغيت الموضوع خالص واديته حقه كامل مكمل الحمد لله. تمام. قلت له خد حقك، وكل واحد فينا من طريق، الله يسهل للجميع. بعد الخطوبه بشهر، شهر ونص، شهرين ونص مش مسافه طويله يعني. بعد الخطوبه بشهرين ونص، في الفتره دي الحمد لله خدت تليفون نور، وخدت تليفون يوسف وتليفون ياسين، لان يوسف وياسين برضو كانوا دوم فتره بداوا يعني لقيت اسلوبهم بيتغير. انا طالع من صغري بحب الشقه وبحب اتعب وبحب اعمل نفسي بنفسي. لا سندت على الله يرحمها امي الاول، والله يخليه ابويا ليا، اي نعم هو ظهري وسندي، والام دي روحي الله يرحمها ويسامحها. انتوا عارفين يا جماعه، كل الناس اللي بتتابعني وعارفاني عارفه غلاوه امي عندي قد ايه. ودلوقتي غلاوه ام رانيا طبعا مكان غلاوه امي بالظبط، دي اختي الكبيره. فالحمد لله. بس برضو ما سندتش على حد، طلعت سند على نفسي لحد ما نجحت الحمد لله. ربنا قدرني، اي نعم انا مش ملياردير ولا كلام من ده، بس ربنا واقف معايا ووصلت للي انا نفسي فيه بعد ما كنت مش لاقي ناكل، بمجهودي وبتعبي وبشقايه وشقى اولادي معايا وتعبهم معايا، وطلعت يوسف وياسين خدامين لقمه عيشهم. بصيت لقيت يوسف وياسين بداوا يتجهوا لاتجاهات مش عجباني، حاجات مش اسلوبنا مش طريقتنا. خدت التليفونات من كله، خليت ولا واحد معهوش تليفون. اول ما خدت التليفونات من ولادي، تليفونات التاتش، كانوا على طول يسهروا بالليل على التليفونات، تيك توك مش عارف ايه كذا، الواتس ايه. انا اول مره اشوف يوسف ابني بيكلم واحده على الواتس، تتخيلوش؟ هو اللي بيصور اول مره نشوفه. عيالي وصلوا لجهه، كان لو قاعد معايا حد كبير وبيتكلم معايا نلاقي يوسف ممكن يتريق على الشخص الكبير اللي قاعد. مش اسلوبنا، مش نشاطنا ده خالص. احنا اسلوبنا ان احنا نحترم اللي مش محترم، يعني اللي مش محترم احنا نحترمه، نقدم له الاحترام. فابويا طلعني على كده وامي طلعتني على كده، فانا حابب عيالي يطلعوا زيي على كده. وسيبك من اللي يقول لك لا انا اعيش في جلباب ابي والابن عمره، لا، لازم ابنك يطلع زيك. ابنك لو ما طلعش زيك في اسلوبك واخلاقك عمره ما هيعرف يتغير بعد انت ما تموت. فطبعا يا جماعه الحمد لله، وكل اب فينا كمان بيتمنى ان ابنه يكون احسن منه يا عم يوسف، واخد بالك انت؟ يعني يكون احسن منه. يعني انا لو اسلوبي كده تمام، انا عايزك اسلوبك افضل. لو انا طريقتي كده والناس بتحترمني، عايزك افضل. تمام. من هنا بقى يا جماعه حصلت المفاجاه، خدت تليفوناتهم كلهم كسرتهم، كسرت التليفونات والله العظيم، صح؟ كسرت التليفونات كلها. نور عيطت لي شويه، بابا انت تجيب لي تليفون تاني، يوسف بابا انت نجيبوا تليفون تاني. قلت لهم انسوا، اللي عايز تليفون هنجيب له تليفون زراير. انا عارف ان في ناس كتير هتقول لي خير ما عملت. تليفون زراير اللي هو العادي ابو 200 جنيه ده و250 جنيه اهو زي ده، ام نور بتنور اهو زي ده. تمام. طبعا من هنا يا جماعه
والله العظيم اقسم بالله العظيم، لقيت يوسف وياسين الساعه 10 بالليل يناموا، يقوموا للمزرعه الساعه 8 الصبح قبل الناس اللي شغاله. ما عندناش عمال، احنا دلوقتي معناش عمال، معانا كلهم ولادنا. تمام. لا مسعود واقف اهوت يقول ايه يا عمال يا كابتن، معانا اولادنا. تمام. احنا ما بنقولش كده عشان انت واقف على فكره، الناس عارفه اننا بنقدر الناس اللي معانا. تمام. معناش عمال، معانا اولادنا. بس لقيت يوسف وياسين بيقوموا الساعه 8 الصبح ينظفوا الكلاب، ياكلوهم، يبصوا على الخيل، يبصوا على المواشي. يوسف يبص على العربيه، مش عارف ايه، ياسين يقوم بدري. كانت الحاجات دي ما كانتش بتحصل. عيالي كانوا بيصحوا الساعه 12 الظهر، والناس اللي جايين شغالين هم اللي يصحوهم بالعافيه وبالعركه من سهرهم على التليفونات بالليل، اللي بيلعب بابجي، اللي بيلعب مش عارف ايه، اللي بيعمل ايه. نور بنتي كان عندها كل اخبار الفنانين. تمام. الفنان مش عارف مين عملت ميك اب، مش عارف مين عملت ايه. قعدت فتره كده في البيت، بصيت لقيت كل ما نروح نلاقي نور لابسه الاسدال وقاعده تقرا في المصحف. بابا انا خلصت سوره كذا. انا عمال نفرح، عمال من جوايا يا جماعه ما تتخيلوش، اقسم بالله العظيم فرحتي اكتر من اي نجاح انا عملته او اي حاجه انا عملتها. تمام. عمال نفرح كل يوم نفرح. بابا انا خلصت سوره كذا، بابا انا خلصت سوره كذا. نخش نلاقي نور بتصلي. نخش نلاقي يعني لقيت حاجات غريبه، لقيت الدنيا معانا اتعدلت، الدنيا معانا بقت احسن. ابتدينا ان احنا نجيب مواشي، ابتدينا نغير عربيه، ابتدينا نعمل كذا، ابتدينا نعمل كذا. ابتديت ان انا بنفكر في حلقاتي، ابتديت ان انا بننجح، ابتديت ان انا بننزل محتوى كويس، ابتديت الحمد لله تنبسط من المحتوى اللي بنقدمه، ابتديت ان انا نخش نعمل بيدج على الفيس، ابتدى البيدج يكبر. لقيت في تغيرات كتير، تغيرات كتير، بقت اجمل من الاول بكتير. ابتديت نشوف ضحكه نور الحقيقيه، ابتديت نشوف ابتسامتها، ابتدى وش بنتي ووش عيالي يتغير. ابتدى ايه ده؟ ايه التغيير المفاجئ ده؟ تخيل بقى لما خلاص هي اقتنعت، قالت لي بقى تليفون. قلت لها يا نور باذن الله مجموع كبير في اخر سنه نقدم لك في حاجه كويسه واضمني مني احلى تليفون. تمام. طبعا اقسم بالله العظيم يا جماعه احنا هنقول لكم على حاجه، لان في ناس ممكن تقول لك في بنات بتمسك تليفونات كويس. ماشي، احنا ما قلناش حاجه، بس في نقطه. انا ما بنقولش اللي بتمسك تليفون ان هي مش ولا بد او حاجه زي كده، بس التليفون بيلهي عن اهتمامك بدينك، اهتمامك باسلامك، اهتمامك بحياتك، اهتمامك بنفسك، اهتمامك بالحاجات الصحيحه. الحاجات دي كلها انا شفت عيالي في كميه تغيير يا جماعه بعد ما انتهيت من موضوع التليفونات ده محدش متخيل. اقسم بالله العظيم شفت عيالي في كميه تغيير، والله العظيم. بتقول له هات تليفونك يا ابني. معهوش تليفون ده غلبان. تمام. والله شفت عيالي في كميه تغيير، والله العظيم. بذمتك يا ام نور، انت ايه رايك في نور دلوقتي ويوسف وياسين؟ ما شاء الله عليك. بذمتك ودين. والله ما شاء الله عليك. عارفين دلوقتي يا جماعه ام نور قررت ان هي ترجع معايا المزرعه تشتغل معايا، بتاكل وتشرب وتنظف وتسرح والحاجات دي كلها. ونور قررت ان هي تيجي معايا هنا تمسك حساباتنا والسكرتاريه ورد على التليفون والحاجات دي كلها. ومعانا برضو مسعود ومعانا محمد ومعانا بسمه، معانا الناس دي مش عارف حصل عليهم تغيير رهيب. الناس دي دلوقتي بتشتغل احسن من الاول بكتير. لقيت ان في تغيير حلو، لقيت ان في حاجات كويسه. نرجع في الاخر نقول كل حي بعد عننا الله يسهل له وربنا يهدي الجميع. انا لا بنذم في حد ولا نقدر نتكلم على حد، لان انا عندي ولادي. ربنا يهدي الجميع، ربنا يجعل الخير عند الناس كلها، ربنا يبعد عنكم الشر ويبعد عن ولادكم الاذى، امين. ويبعد عنكم اي حاجه فيها ضرر ليكم. امين. واللي جت قالت لبنت كلمتين زي دول، او اللي جت بلغتني كلمتين زي دول، ربنا يهدي الجميع. وربنا يا رب يعني يبعد عنهم الشر الاخرين، لان احنا زي ما احنا بنحب الخير لنفسنا لازم نحبه للغير علشان ربنا يدينا الخير. ايه رايك بقى؟ صورتك النهارده ده بصراحه هتبقي معانا في المزرعه بقى ان شاء الله. تمام. انا بقى اللي هنخطبك. لا مش عايزه اتخطب خلاص. ليه؟ لا الحمد لله. انا بقى اللي هنخطبك بقى. انت عايزه حد زي بابا كده بابا. صح؟ 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 ايوه طبعا، هو مفيش حد مفيش زيه اصلا. صح؟ نعم. حد يعتمد على نفسه كده، ايه الناس تحبه. مدلعك والله شكلك. انا عندي غيرها في الدنيا ده، دي دنيتي، عمري بتلاقي اب زي ده. دي دنيتي. بصي قولي بقى للناس كل سنه وانتم طيبين. يلا ده عايزه تركب الخيل تاني. لا والمره دي جايه بقى داخله على طبع بتقول لها بابا تعلمني السواقه. هنعلمك السواقه على فكره. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم لا مطلع لك رخصه
تمام باذن الله بمشيئه ربنا بعد ما تتعلمي السواقه تبقى 100 100. تمام مش انت يا يوسف مالكش دعوه. تمام والعربيه الكيا ديت هتبقى بتاعتك انت. تمام وانا الترزيق بتاع منصور والله عربيه الحمار. تمام وانا يا ستي شوفي بصي احنا لحد النهارده جينا بندورها ما رضتش تدور بسبب ان البطاريه عشان العربيه دي ما تطلعش من هنا. تمام لا انا عندي انت تروحي وتيجي بيها عشان البطاريه ما تبص. تمام ماشي. انا بعرف مش تعلمني. لا يا منوره ست انت غاليه عندي عايزك تركبي معايا. قولي للناس بقى كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم علينا ان شاء الله. وربنا يبعد الشر عنكم يا رب. امشي في حاجه ضلمه دخلت في الفيديو امشي. قولوا لهم ربنا يبعد عنكم الشر. ربنا يبعد عنكم الشر وربنا يهدي الجميع. وربنا يهدي الجميع. مليون مسا عليكم يا جماعه واحلى تحيه. استنى معاكم يا رب.